تعقد غدا أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 قيادة من قيادات جماعة الإخوان المحظورة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بتهم تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية. هذا وقد قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساء أمس يرافقه قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة قاموا بتفقد مقر محاكمة الرئيس المعزول، كما اطمأن وزير الداخلية على الإجراءات التأمينية الخاصة بالمحاكمة، وقام بزيارة تفقدية إلى غرفة العمليات التي تحتوي على أكثر من 40 كاميرا للمراقبة والتي تظهر جميع الشوارع المؤدية إلى مقر المحاكمة والتجهيزات الأمنية والبوابات الإلكترونية التي وضعت للتحكم في دخول الأشخاص إلى داخل قاعة المحاكمة. كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن أجهزتها ترصد بكل الدقة الدعوات التي يطلقها أنصار تنظيم الإخوان والتي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة وإعاقة حركة المرور، خاصة غدا تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول. وقد أكدت الداخلية استخدامها للوسائل والأساليب والإجراءات كافة لحماية الأرواح والممتلكات وفقا للقانون، كما حذرت الوزارة من أي محاولة للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، وتؤكد أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات.